السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة إن شاء الله من حلقات قناة الخير، وأتمنى يا رب تكونوا بصحة وبسعادة وفي أحسن حال، اللهم أمين. تحياتي لكل الإخوة المشاهدين، وأتمنى لكم التوفيق في كل مراحل الحياة إن شاء الله يا أحباب. النهاردة الحلقة بتتكلم عن إن إزاي إن إحنا بنربي الفراخ في المنزل، سواء في البطاريات أو سواء أرضي، وأيهما أفضل وأيهما أفضل. يعني طبعا كل قاعدة وليها شواذ. تربية البطاريات، من وجهة نظري التربية في قلب البطاريات دي أفضل بكتير من التربية الأرضي. التربية في البطاريات تربية رأسية، وبدل ما بتاخد مثلا عدد قليل على الأرض، لا انت بتحط الضعف في قلب البطاريات، لأن طبعا كل ما عليت بالأدوار كل ما كان عندك عدد أعلى في الفراخ. فالبطارية يا أحباب، تربية البطارية ممتازة. يعني البطارية بسم الله تبارك الله جميلة. الفرخ يعني تحركه محدود، فلذلك بيدي لك معدل أوزان ومعدل لحم أكتر وأقوى، طبعا بشوية تنظيم وبشوية مراعاة بتلاقي معدل التحويل عندك جميل جدا 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 داخل البطارية. زائد عامل النظافة يا أحباب اللي في البطارية، طبعا ده للأسف الشديد مش موجود على الأرض. الأرض طبعا أنت بتربي أرض وبتفرش نشارة، ومحتاج النشارة دي كل يومين، يكاد يكون كل يوم، ما نضحكش على بعض، يكاد يكون كل يوم إنك تنظف المكان تحت منهم. واخدين بال حضراتكم؟ انما البطارية انت بتشيل الدرج بس وبتنضفه وبترش عليه شوية جير وخلاص. انما تربية الارض، التربية الارض عاوزة مجهود جامد، عاوزة مجهود جبار بصراحة. واخدين بال حضراتكم؟ لان انت ان ما نضفتش الارض كويس وباستمرار انت بتدخل عندك امراض ياما، منها طبعا واحنا كلنا عارفين الكوكسيديا والكوليستيريديا، لان الطائر طبعا عايش في بيئة مش نظيفة، فبالتالي هيجيله الامراض ديت. ممكن بينقر في السبلة بتاعه، بيشرب مية ملوثة، الكلام ده كله عوامل برضك بتساعد على فشل الدورة. انما لو في اهتمام قوي اكيد هتعدي، بس انت عاوز دايما على طول نظافة تحت من الفراخ. الارضي اللي بيربي ارضي محتاج نظافة دورية على طول، ومراعاة دايما على طول، وياخد باله على طول. انت واخد بال حضرتك؟ يعني انما البطارية انت بتشوف الزرق اول باول، غير الارض ممكن تشوف كده زرق يعني مرة، المرة التانية مش هتشوفه، لان طبعا ما شاء الله مثلا لو في كمية كبيرة على الارض او كلام من ده هتوه منك. انما في قلب البطارية انت حضرتك بتبص دايما على طول على الزرق بتاعهم، واخد بالك على طول من المية بتاعتهم، من النظافة. الفرخة بيمد راسه بيطلع راسه بياكل من قلب العلافة كويس، في عامل نظافة. الشرب برضك مية الشرب، الطائر بيمد راسه بيشرب مية نظيفة من قلب القبات، الدنيا طيبة معاه. فبالتالي انت هتلاقي عندك معدل تحويل ما شاء الله كويس. فيعني اتعب شوية، حد بطارية، ابدأ بقفص قفصين زي ما ربنا يعينك، هتلاقي الدنيا ماشية كويس جدا جدا. فيا احباب شوية حاجات بسيطة في انت لو استعملتها هتلاقي دورة التسمين بتاعك ناجحة، بس انت عاوز شوية مقومات ان ربنا ييسر لك الامر بس ايه وتجيبها. فزائد يا احباب طبعا مع تربية البطاريات في قلب تربية الفراخ البيضة داخل البطاريات، محتاجة بقى شوية ايه بقى حاجات تانية بقى، مثلا انك ايه تاخد بالك من الجو اللي في قلب الأوضة. لازم الجو في قلب الأوضة يبقى متجدد دايما على طول، تحافظ على درجة الحرارة اللي في قلب المكان. دايما على طول الشفاط بتاعك شغال. لو في خلية تبريد يبقى طبعا أفضل. في الصيف الجو بيبقى مش كويس، فالفرخة ما بتحملش درجات الحرارة العالية، فالدنيا ما بتظبطش، فلازم دايما تاخد بالك من شوية الحاجات ديت. انما ولكن تربية الفراخ البيضة داخل بطاريات يا احباب، يعني ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، تربية طيبة ونظيفة. حتى انت بتاكل لحم نظيف، انت بتبقى مطمن كمان. وممكن كمان انك انت ما تحطش في الدورة خالص اي ادوية. ليه؟ لان عامل الفيروسات والامراض تكاد تكون زيرو بفضل الله، طول ما انت محافظ ومنظف المكان ومهوي المكان كويس
ومحافظ على درجة الحرارة، انت الدنيا بتبقى جميلة. وزائد انك انت بتنتقي الكتكوت الكويس والمصدر الكويس، من ناس طيبين، ناس يدولك كتكوت كويس وتختار النوع الكويس اللي انت بترتاح فيه. زائد انك تختار نوع علف كويس. برضك الحاجات ديت عوامل بتفرق معاك في الدورة، بتفرق معاك كتير في اوزان، وبتفرق معاك في صحة، وبتفرق معاك في كل حاجة، بتوفر عليك كتير. فيا احباب، نوع الكتكوت برضك مهم برضك، ونوع العلف. دايما تشوف شركة كويسة انت مجربها مرة واتنين وتلاتة، وهتلاقي الدنيا ماشية معاك كويس بفضل الله في معدل التحويل. لانك انت لو جبت الكتكوت من مصدر كويس، وجبت العلف من شركة محترمة بتراعي ربنا، الدنيا هتبقى كويسة معاك. مع زائد ان حضرتك بتربي في بطاريات كماني، فالدنيا هتفرق معاك كتير. والله يا احباب، انت لو اتبعت الخطوات ديت، والله يا احباب مش هتحط جرام ادوية خالص. يعني عامل التهوية في المكان هو يعني نسبة 100% في نجاح الدورة. لان طول ما الفرخ بيتنفس كويس وفي نشاط، تلاقيه دايما على طول قاعد بيتنطط قدام منك، وفتلاقي فيه صحة. واخدين بال حضراتكم؟ ليه؟ الجو كويس في المكان. اذا درجة الحرارة عامل مهم جدا 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 يا احباب في المكان، فخدوا بالكم من شوية الحاجات ديت. طبعا يا احباب، طبعا احنا اتحدثنا كتير عن طرق الاستقبال، اللي بتستقبلها ازاي للفراخ. طبعا في حلقات كتيرة قلنا انك انت بتستقبل الكتاكيت من اول عمر يوم على درجة 32 33. واخدين بال حضراتكم؟ ودايما المكان دايما على طول متجدد فيه الهواء، وتحط عسل اسود وحب وزائد في الميه، طبعا معلقه عسل اسود على اللتر الميه، زائد كيس محلول معالجة جفاف برضك بيتحط على ال2 لتر ميه. فحاجات بسيطة يا احباب، وحاجات اي حد يعملها، وهتلاقي الدنيا ماشية معاك كويس جدا جدا جدا. فيا احباب، تربية الفراخ البيضة انصحكم بيها في البطاريات، بتبقى اوفر وبتبقى احسن كتير من ان حضرتك انك انت تربي على الارض. الارض مشاكلها كتيرة، الارض مشاكلها كتيرة اوي 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 اوي. اذا ما كنتش تبقى واعي واخد بالك كويس من التربية الارضي، الدنيا هتبوظ معاك. لان محتاج والله كل يوم انك لازم تشيل ال النشارة، ولازم تطهر تحط جير، ولازم تنظف دايما على طول، والسقيات بتتغسل وفيلم. انما في البطارية، البطارية جاهزة بفضل الله. انت العلافات بتاعك محطوطة، والسقايات موجودة ما شاء الله، القباط اللي هي الجميلة ديت زي ما شايفين حضراتكم. دي بتفرق معاك، تفرق معاك كتير قوي قوي في عامل معدل التحويل. فأتمنى يعني من الجميع إن ربنا سبحانه وتعالى ييسر الأمور للجميع، ويدبر الحال للجميع. زي ما انتوا شايفين طبعا الشفاط اهوت، انتوا شايفين الشفاط دايما على طول بيجدد الهواء في المكان، وده عامل برضك من عوامل نجاح الدورة. طبعا يا أحباب، كل واحد وله طريقة في تربيته الفراخ، بس ولكن دي الطريقة اللي أنا شغال بيها، وبفضل الله بتديني معدل تحويل كويس. وربنا يا رب يرزق الجميع ويوسع الجميع، اللهم امين يا رب العالمين. زائد يا احباب الاهتمام بالاعشاب. انا اغلبية التربية بتاعي ما بحطش فيها علاجات خالص، انا مهتم بالاعشاب اكتر. انا طبعا بحط دايما على طول الثوم البودرة والبصل البودرة، والله من تاني يوم ثوم بودرة وبصل بودرة وكركم وحبة البركة، ده انا بحطها على طول من تاني يوم لمدة اسبوع، وبعد كده بحطها كل 3 ايام. في حاجات بسيطة يا أحباب، ربنا يوفق الجميع، اللهم آمين يا رب العالمين. و... وأتمنى لكم الخير والتوفيق في كل مراحل حياتكم. طبعا كنت سعيد بالوقت اللي قضيته معاكم، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله رب العالمين. وما تنسوش يا أحباب تصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. وطبعا يسعدني ويشرفني الاشتراك في القناة. وربنا يوفقكم ويوفق الجميع، اللهم امين. كان معاكم من قناة الخير ابو عبد الهادي، والى حلقات قادمة باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.